ويقول القرآن الكريم: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. كل يعني كتب التفسير للأسف الشديد يعني ومفاهيم الناس أن آدم وحواء عليهما السلام كان في جنة الخلد، وهذا كلام غير صحيح. يعني نجد هذا منشور في كثير من كتابات المسلمين. آدم عليه السلام كان في جنة أرضية. يعني جنة يعني إيه؟ بستان محاط بسور من الأشجار أو من البناء أو من الخشب. فآدم عليه السلام خلق من طين هذه الأرض. إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وما بين ذلك. يعني كلام واضح جدا. يعني آدم خلق من هذه الأرض، لم يكن في السماء، لم يكن في السماء، فهو لم يكن في السماء أبدا. ولكن الجنة هنا جنة أرضية، بستان، نعم، يعني في منطقة مرتفعة من المناطق حول مكة مثل الطائف، وهي معروفة بمناخها الطيب وأمطارها الغزيرة ووفرة ثمارها. وجنة أعدها له الله سبحانه وتعالى وأمره بأمر فعصى آدم، فأخرجه ربنا تبارك وتعالى من هذه الجنة، فنزل من الطائف أو ما حول الطائف إلى مكة المكرمة وعاش ومات ودفن فيه. فجنة الخلد لم تخلق بعد. يعني جنة الخلد غيبة عند رب العالمين، لأنها يعني عرضها السماوات والأرض الحاليين. جنة عرضها السماوات والأرض، يعني فلا وجود لها الآن، سيخلقها ربنا تبارك وتعالى بعد إفناء هذا الوجود. الله عنده جنة الآن اسمها جنة المأوى، التي تأوي إليها أرواح الرسل والأنبياء والشهداء والصالحين. يعني جنة مؤقتة. أما جنة الخلد يعني التي وعد بها ربنا المتقين لم تخلق بعد، والقرآن يصفها بأنها جنة عرضها السماوات والأرض الحاليين، فأين تكون؟ يعني لا وجود لها الآن. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأشهد مرة أخرى أن أنا والله حاضرت في أغلب دول العالم الإسلامي، وكل من قابلته في هذه البلاد مؤمن أن آدم وحواء عليه السلام كان في الجنة، وقلنا اهبطوا منها. الهبوط ليس بالضرورة من الجنة إلى الأرض، الهبوط من مرتفع إلى منخفض. يعني وقيل لبني إسرائيل اهبطوا مصر، وقيل لنوح ومن معه اهبط منها بسلام. فالهبوط ليس بالضرورة من السماء إلى الأرض، الهبوط من مرتفع إلى منخفض، من مكان إلى آخر. وهذا المعنى لابد أن يصحح عند كثير من المسلمين، لأنهم يعني انشغلوا به شغلا كثيرا. وهنا طبعا بيتضح لنا يعني فائدة الحقائق العلمية في تفسير هذه الإشارات القرآنية الكريمة التي توصلنا إلى دلالة النص يعني بشكل محكم دقيق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.